طلع آية يحرم الله الاختلاط. أين المشكل؟ لماذا تختلط النساء بالرجال في الكعبة لما يطوفون بالكعبة ويزدحمون النساء والرجال؟ لماذا لا يختلط الناس؟ لماذا لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال يعني في الأماكن الأخرى؟ وهذا الكهنوت الإخواني والكهنوت السلفي الآن عندهم هذه الظاهرة، هي ليس من الدين ولا علاقة لها بالدين، لأن النساء يعني في مكان والرجال في مكان ولا يجوز الاختلاط. ألا ترى أنه اللي موجود في السوبر ماركت هذا كمان اختلاط؟ هل هو كمان محرم اللي موجود في السوبر ماركت؟ لما النساء يكونوا واقفين في نفس الصف اللي فيه الرجال موجود في كل أنت الآن تدخل يا فضيلة الشيخ يمكن سوبر ماركت وموجود فيها نساء، أليس اختلاط؟ طيب خلصت؟ تفضل. طيب أما إشكاليتك التي أنت ذكرتها مع أن هذا المجال ليس محل بحثها، لكنني أقول إيجازا إن الاختلاط ينقسم إلى قسمين: اختلاط غير مقصود لذاته واختلاط مقصود لذاته. أما الاختلاط الغير مقصود لذاته فهو اختلاط جائز، وذلك كاختلاط المرأة بالرجال في الأسواق عندما تريد أن تسير وتقضي حاجتها، عندما تذهب إلى تطوف، وعندما تسعى، وعندما تذهب إلى المسجد وتصلي خلف الرجال، هذا اختلاط غير مقصود لذاته. أما الاختلاط المقصود لذاته فهو أن يجمع الرجال والنساء في مكان واحد، في مسرح أو في محل عمل، أو هذا محرم ولا يجوز. وإذا لم يجمعوا. تفضل يا أستاذ إبراهيم تفضل. وإذا لم يجمعوا. نعم. وإذا لم يجمعوا. إذا لم يجمعوا في مكان واحد. أيوة. لا بأس إذا كانوا على حلال. إذا كانوا على مباح. نعم. طيب احنا ما نبغى أكثر من